بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم في قناه ست البيت. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض الصلصه بتاعه الفته. بس قبل ما ابدا الفيديو عايزه اشكر من داخل مصر وخارج مصر كل الناس اللي بتدعم القناه، وربنا يوفق الجميع. بصي يا ستي، انا حطيت هنا معلقتين سمنه بلدي كبيره ماشي، وحطيت ورقه غار. هنحط بقى جايبه فصين توم دقاهم بكزبره، هنحطهم ونيجي مع بعض. انا جايبه فصين توم احط عليهم كزبره ماشي، ونقلب كده. وهكمل احط شويه كزبره كمان ماشي المنظر ده كده. وتقلبي بقى كده ونقلب بقى كده لغايه ما ايه، انا عايزاها تحمر مش عايزاها ايه نحرقها، تحمر بس كده ماشي. وقلبي. طبعا كلنا شاطرين ما شاء الله، بس بقول يمكن حد يستفيد من التقليه يعني اللي انا اعملها، او بطريقه جديده يعني. في ناس بتحط بصل، انا ما بحطش بصل، بحط بس ايه الثوم بس والكزبره بس. اقول لك الريحه والطعم جميله جدا. بعد ما طبعا بتحمر بقى شويه كده، هنحط عليها شويه خل ماشي، وشمي الريحه بقى. هي خلاص كده. هنحط بقى ايه شويه خل. بعد كده هنحط الصلصه. طبعا عصرت القوطه وحطيتها ماشي بالمنظر ده، شايفين عامله ازاي ما شاء الله. هنحط بقى التوابل. بصي يا ستي التوابل اهي، انا حاطه ملح وكزبره وفلفل اسود وكمون، وحطيت ريحه سكر، وحطيت كمان بابريكا، وحطيت شطه وملح والسبع بهارات اللي قلت لكم اللي انا عاملاها في البيت ماشي. هنحطها كده نقلب بقى ونسيبها ايه تتسبك ونيجي مع بعض. نعمل بقى الرز ماشي. احنا كده عملنا الصلصه، فاضل الرز ماشي. حطيت معلقه سمنه كبيره وورقه غار برده. ورقه الغار يا جماعه بتخلي الرز برده طعمه حلو جدا. تعمل بس السمنه تسيح بس كده شويه ونيجي مع بعض. كده ساحت، هنحط بقى ايه الرز ونغسله. نحط بقى كده ماشي، ونقلب بقى. عليكي بقى ايه والتقليب بقى، لازم تقلبيه وخليه ايه يشخلي في ايدك كده وانت بتقلبي ماشي. هنقلب بقى شويه ونيجي مع بعض. لازم تقلبي كده كل رزيه تتغلف كده بالسمنه المنظر ده. اول ما تلاقيه خلاص كده داخل في ايدك كده، بقت الرزيه بتتحرك بسرعه معاكي كده، خلاص تحطي الميه. طبعا احنا الجو حر ماشي، تحطي من الحنفيه عادي يعني ماشي. انا عايزه اقول لك ريحته جميله جدا. طبعا السمنه البلدي صراحه بتخلي الحاجه جميله جدا، وورقه الغار كمان. معلش على التصوير عشان انا بعمل بايد وبصور بايد. المنظر ده كده. نحط بقى الميه ونحط الملح ونسيبه بقى يستوي. يا جماعه الرز ما شاء الله فلفل ازاي، بصوا ما شاء الله حلو ازاي، شايفين؟ الله اكبر، شايفين ما شاء الله عامل ازاي. الورق الغار بقى مخليه طعمه جميل جدا يا جماعه. هو كده خلاص استوى. تعال بقى نشوف الصلصه. الصلصه بقى ما شاء الله شايفين هي كده خلاص اتسبكت اهي. بسم الله ما شاء الله. هنحط بقى الاكل واوريكم في الاخر. كده انا حطيت طبعا ايه التسقيه في الاول اللي هو العيش. انا طبعا مش بحمره بسمنه وكده عشان ما يبقاش تقيل. كسرت العيش يا جماعه، طبعا ملديناه في الفرن. ده عيش بلدي احنا طبعا خابزينه، بحمره بلدينه في الفرن، وبعد كده بكسره وحطيت عليه الشوربه لغايه ما تبلي شويه كده. وبعد كده بقى احط عليه ايه الرز ماشي المنظر ده كده. طبعا في ناس طبعا بيحطوا العيش بيقلبوه بالسمنه ماشي، وشويه توم وكده. لا انا حاجات خفيفه عشان المعده كمان. المنظر ده كده. شايفين الرز ما شاء الله مفلفل ازاي. المنظر ده كده. نحط عليه بقى الصلصه ماشي. دلوقتي بقى هنحط الصلصه ماشي. المنظر ده كده.
وبألف هنا وشفا. كده المنظر اهو ما شاء الله.